بسم الله الرحمن الرحيم. احمد محمد عبد الجواد، وكيل الاستاذ وفاء مشهور في لجنه حضور لجنه الفرز. انا لسه جاي من لجنه الفرز حالا. بالنسبه للفرز تم رصد اكثر من آلية في تزوير وتسويد بعض الصناديق سريعا. يعني كان في اول آلية تم رصدها ان كان في صناديق حوالي 13 صندوق مسودين بالكامل لمرشح الحزب الوطني ومرشح اخر فئات. تم إلغاء بالفعل حوالي 4 صناديق منهم بمعرفة رئيس اللجنة بعد تقديم مذكرة من الأستاذ سمير خشبة. طبعا كان في أساليب تانية أخرى، كان في تم رصد بطاقات تصويت صالح الأستاذ سمير والأستاذ وفاء مشهور، دي لقيناها في الحمامات بتاعة لجنة الفرز. تم ضبط برضو البطاقات دي وتسليمها لرئيس اللجنة وتقديم مذكرة بيها. ايضا لفت النظر كان بيتم تسويد بطاقات حتى في اثناء لجنه الفرز. يعني احنا لقينا اكثر من بطاقه تسويد، سواء بطاقات فاضيه او بطاقات كانت مصوت فيها لصالح برضه الاستاذ سمير او الاستاذ وفاء مشهور، ولقينا البطاقات دي مرميه في ارضيه لجنه الفرز. ويعني معايا طبعا يعني بعض النماذج، احنا كان معانا بطاقات كتيره جدا، سلمنا لرئيس لجنه الفرز العديد منها وتم عمل بيها مذكره، وكل مرشح مستقل كان معاه حوالي 4-5 ورقات منهم. دي طبعا نموذج لبعض البطاقات بتاعه الكوتا، واضح جدا فيها التصويت لصالح مرشحه الوفد في العمال والاستاذ وفاء مشهور برضو في الفئات. البطاقات دي كان في منها طبعا، البطاقات دي مش بتاعت صندوق واحد، واضح جدا ان دي اللجان الفرعيه. اللجان دي طبعا اللي تم طرد المندوبين بتوع الاستاذ سمير والاستاذ وفاء مشهور منها، دي بعض اللجان اللي تم فيها الكلام ده بخلاف طبعا بطاقات ثانيه اخرى لقيناها برضو موجوده متقطعه. دي عينات. احنا طبعا كان في بطاقات كثيره جدا جدا برضو تم تسليمها لرئيس اللجنه الانتخابيه. الكلام ده اتحرر بمذكره، الاستاذ سمير حرر اكثر من 13 مذكره تم رصد فيها كل الاساليب دي في التسجيل. اللجنه الفرعيه رقم 17 شفنا من مقاسي مهما نتعب او نقاسي، مهما شفنا من مقاسي مهما نتعب او نقاسي، مش عين السعادة